بسم الله. بداية يوم جديد، فيديو جديد. المفروض ده فيديو اليوم الثالث للتحدي الثلاث ايام. طبعا التحدي ما كملش معايا. ليه التحدي ما كملش معايا؟ هقول لك، بس كمل معايا الفيديو للاخر. هقول لك انا ليه ما كملتش تحدي. انا اشتغلت التحدي، بداته اربع، تلات واربع. انا حرفيا اشتغلت التلات بتاع اليوم اللي قفل معايا وحش. الاربع امبارح اشتغلته بس ما صورتوش. عامل حوالي 9 مشاوير في 120 كيلو، ب 1600 وحاجه. يعني مش متذكر رقم كام بالظبط لان الشبكه هنا وحشه، مش عارف افتح اوبر. فهنزل لك السكرين شوت انا عملت كام بالظبط. النهارده الخميس، انا حاليا في اسكندريه. ايه ده؟ ازاي؟ امبارح كنت في الاربع. امبارح مخلص شغل بالليل الساعه 12 بالليل، خلصت شغل وسافرت الصبح. جيت وصلت لسه يا دوب قايم من النوم. انا في اسكندريه حاليا، عشان كده التحدي بتاعي تالت يوم النهارده فكس. انا اشتغلت يومين في التحدي، امبارح والنهارده. اليومين التحدي دول بصراحه لما هو كنت عامل بيهم السنتر، لا مش عامل يعني طبعا في اسكندريه مصيف. طلعت ويك اند لحد يوم السبت، فهاخد الفلوس ديت اكيد هصرفها في المصيف. وان شاء الله لما ارجع اعمل لكم تحدي جديد. طبعا انا نزلت فيديو، في ناس بتقول لي ايه ده يا عم وانت بتشتغلش غير في التجمع؟ انا اصلا تجمعاوي يعني. انا اصلا عايش في التجمع من 99، او قاعد في التجمع. مش هقول لك عايش، اكيد انا ما اتولدتش في التجمع، بس انا قاعد في التجمع من 99 بالظبط، 99 2000. تمام. فانا كده كده يعني حياتي كلها هناك في التجمع. فانا ما بعرفش بنزل اروح مدينه نصر وبروح فيصل طب انا اقول لك حاجه. يوم الاربعاء انا رحت خدت مشوار من زهراء المعادي لحدائق القبه. والله العظيم من اول كوبري الفنجاني لحد كوبري سرايا القبه بتاع اكتر من ساعتين انا واقف. عرفت ليه انا ما بطلعش بره التجمع؟ انا ما بحبش الزحمه. انا واحد ما بحبش الزحمه، ما بحبش وجع الدماغ. خد بقى قيس بقى على كده بقى. حدائق قبه ما بروحهاش، سرايا القبه ما بروحهاش، عين شمس ما بروحهاش، جسر السويس ما بروحوش، مطريه ما بروحهاش مش عشان في عيب، لا. انا مشكلتي في الزحمه. عزبه النخله ما بروحهاش، الحتت اللي فيها زحمه دي ما بروحهاش. فيصل ما بروحهاش بالنهار. الفيصل هنخشها بالليل. لو انا نازل مثلا مشوار من التجمع انزلها بالليل، لكن ما اخشهاش بالنهار ابدا ابدا. انا في حاجات كده، حاجات ثوابت عندي انا حاططها انا ماشي عليها. فده ما يقبنيش على فكره. ما دام انا بعرف انزل اشتغل وبجيب الجنيه وبنزل كسبان من الموضوع، فانا بقول الحمد لله. تاني كومنت حابب ارد عليه بتاع استاذ، مش بصراحه مش عارف اسمه ايه، بس انا انزل لك الكومنت بتاعه. انا بصور لك والله ومش عارف الاسم، فانا هشوف تقريبا اسمه استاذ تامر. مش عارف. انا ارد عليك يا استاذ تامر، بتقول لي ايه؟ انت كده شغال اوبر بخساره. معلش، هو حضرتك عرفت منين ان انا شغال اوبر بخساره يعني انا محتاج بس افهم وجهه نظر حضرتك. طب انت بتقول لي اشتغل ان درايفر، يعني هل ان درايفر هيكسبنا اكتر من اوبر؟ طيب حضرتك بتشتغل ان درايفر 6 ساعات بتعمل كام كيلو وبتعمل قد ايه فلوس؟ يعني انا مثلا في اوبر 6 ساعات جبت فيهم 1200 جنيه في 140 كيلو. هل حضرتك في ان درايفر بتعمل عدد الساعات دي مع عدد الكيلومترات بتجيب ال 1200؟ لو بتعمله ما انا اشتغل ان درايفر. تاني حاجه، انا قلت لك التفاوض متعب جدا ومهلك. انا ما احبش اقعد اتفاوض مع العميل في 5 و10 جنيه. لا، انا بفتح ان درايفر، بفتح ديد على فكره، بس ممكن اخد منه مشوار لقطه، مشوار حلو، مشوار فيه جاي بريت عالي، بس اكتر من كده ما اخدش منه، لكن ما اشتغلش عليه. فكره اللي انا ممكن ابقى شغال برنامج بس ومعتمد عليه بعض الاوقات، هي مش حلوه، مش حلوه. بس طول ما انا بتقلى في شغلي، بعامل الناس بضمير، بعامل العملاء باحترام، خلاص حصل فيك شكوى بقى خدت بلوك، خلاص هو نصيبك. بس طول ما انت ماشي صح، امشي صح، احتار عدوك فيك. ده مبدأ. فانا معتمد على اوبر. طبعا ربنا الاول طبعا، ثم اوبر بعد كده. انا شايف ان انا مستريح نفسيا مع اوبر. قلت لك كذا مره، شوف البرنامج اللي انت مستريح له نفسيا. في ناس بتفتح الثلاث اربع برامج، انا ما اعرفش كده. انا افضل الاقي رحله هنا بترن لي ورحله هنا بترن لي. انا عايز لي بقى 3 4 تليفونات. انا ما اعترفش بالتليفونين دي. كل برنامج لازم تليفون بالاخر. دي وجهه نظري. انا واحد شاف الاوبر مريحني نفسيا، بعرف اشتغل عليه، بعرف اشتغل في التجمع حلو قوي 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 قوي، بعرف اخد اسعار حلوه من التجمع. وقلت لك التجمع على جزئين، جزء من 4 لحد 6 ونص، والجزء الثاني بيبتدي من 11 بالليل لحد 1 او 12 ونص اخره. فده الجزء بتاع التجمع. الفترة اللي في النص هتاخد فيها مشاوير عادية جدا، اللي زي ما تشوف 43 47 48، هو ده اللي هتاخده من التجمع.
بس انا لما اخد 43 جنيه مثلا في 3 كيلو ولا في 2 كيلو انا كسبان، واخد المشوار ب 12 ب 15 جنيه ب 13 جنيه ب 10 جنيه، فانا كده كده انا واخد كيلو كسبان، يعني انا مش خسران. انت لو حسبتها هتلاقيني مش خسران. فيا استاذ سامر صدقني انا ما بشتغلش اوبر بخساره، ولو انا بشتغل بخساره انا هبطل عربيتي واركنها تحت البيت احسن. وده وصلت لحد هنا اذكر الله وصلي على النبي، واعمل لك فيديو بقى ايه من على البحر. سلام.